السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم مطبخ التوأم. كنتمنىكم أخواتي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم السيجار بالجبن والسبانخ بواحد الطريقة جد سهلة ومبسطة، وكيجيو لذاذ من أروع ما يكون. إذا جربتوهم ما غاديش تستغنوا عليهم. كنتمنى تابعوا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تشوفوا معايا المكونات مع طريقة التحضير. واللي أول مرة كتشاهد القناة كنقول لك أختي مرحبا. كنتمنى تشتركي في القناة بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد، وتشاركوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء باش تعم الفائدة على الجميع. ودابا بسم الله على بركة الله نمر نشوفوا الوصفة. عندي في المكونات 600 غرام من السبانخ اللي عندي مغسولين ونشفتهم مزيان من الماء، 2 بصلات كبار اللي عندي مشلضين وتقدروا تحكوهم في الحكاكه الغليظه. تقدروا تعوضوا هاد البصله هذه بالبصله الخضاريه حتى هي تقطعوها قطع صغيره كتعطي نفس النتيجه. عندي هنا الثوم بودره، زيت الزيتون، غادي نحتاج هنا الجبن الريكوتا، علبه من الجبن ريكوتا اللي متواجد في جميع المحلات اللي كيبيعوا المواد الغذائيه. عندي هنا 100 غرام من الجبن موزاريلا، تقدروا تخلطوا ما بين جبن موزاريلا وشيدر وإيدام، كيبقى لكم الاختيار في الأجبان. عندي 100 غرام. عندي ملعقة كبيرة من الزبدة الحيوانية، الملح على حسب الرغبة، الفلفل الأسود أو الإبزار، وعندي هنا ورق الفيلو. غادي ناخذ هنا واحد المقلاة على نار متوسطة، غادي نوضع فيها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، غادي نضيف الزبدة وغادي نزل عليهم البصله، وغادي نخلي ديك البصله حتى تنزل واحد شويه وتغير اللون ديالها للون الذهبي مع التحريك المستمر. من بعد ما كتغير في اللون ديالها وكتنزل واحد شويه غادي نبقى نضيف السبانخ بالتدريج، يعني شويه بشويه. كيف ما كنعرفوا السبانخ واخا الحجم ديالهم كبير غير كتقيسهم العافيه كيصغاروا في الحجم ديالهم. غادي نخليهم يتشحروا ونخليو ديك السبانخ يخرجوا الماء ديالهم ويتبخروا تماما، لان ديك الماء ديال السبانخ هما السبب باش كيطرطقوا لينا لي سيجار. صافي غادي نضيف هنا الملحه، وبالنسبه للملحه دائما نضيفوهم حتى كينزلوا السبانخ، ماشي في الاول كنضيفوا الملحه، لان ودا سبقنا الملحه من الاول يقدروا يجيونا هاد لي سيجار مالحين. ضفت الملحه وضفت الابزار، وغادي نضيف الثوم بودره، واللي ما متوفراش على الثوم بودره تقدر تحك واحد الريس صغير ديال الثومه. غادي نحرك حتى يتبخر ديك الماء تماما اللي فات السبانخ، وغادي ننزل هذا الخليط في واحد الاناء ونخليه حتى يبرد واحد شويه، عاد نقدر نخدم بهم هاد لي سيجار. غادي ناخذ جبن ريكوتا، استقطرته واحد شويه من ديك الماء اللي كيكون فيه، وغادي نقلبه في واحد الطبسيل غير باش يسهل عليا نقطعهم، عاد نضيفهم على السبانخ. في هاد الوصفه تقدروا تضيفوا حتى الجبن مثلثات، واحد جوج ديال المثلثات اذا بغيتو. انا ما كانش متوفر عندي فخدمت غير بهاد الاجبان هادو. ضفت جبن الريكوتا على السبانخ وضفت عليهم الموزاريلا. غادي نخلط هاد المكونات حتى يندمجوا لي مع بعضياتهم. دابا اصبحت جاهزه يعني للحشوه. خديت هنا ورق الفيلو، غادي ناخذ كل جوج الورقات غادي نخدم بهم السيجار، والورقات اخرين غادي نحاولوا نغطيوهم لان هاد ورقه ديال الفيلو كتكون حساسه بزاف وكتكسر يعني بسهوله. كندهن هاد جوج ديال الورقات ديال الفيلو بالزبده والزيت، وغادي نوضع واحد الكميه من الحشوه في الطرف الاول، وغادي نقلف على شكل سيجار يكون طويل. وبالنسبه للطرف الاخير تقدروا تلصقوه بشويه ديال الماء مع الدقيق، انا خليته كيف ما هو غير ديك الفتحه كنردها لتحت. غادي نستمر بنفس الطريقه، كناخذ جوج ديال الورقات كندهنهم بشويه الزبده مع الزيت، وكنوضع واحد المقدار ديال الحشوه وكنلف على شكل سيجار.
كنوضعهم في الصينيه اللي غادي تدخل الفران اللي عندي مدهونه بشويه ديال الزبده. من بعد كناخذ واحد السكين اللي كيكون حاد، كنحدد به القياس اللي بغيتهم في هذا السيجار، واش بغيتهم صغار او لا كبار. انا عملتهم متوسطين في الحجم ديالهم. نتوما تقدروا تكبروهم او لا تصغروهم، كيبقى لكم الاختيار. من بعد كندهنهم بشويه ديال الزيت والزبده اللي تبقات لي، وعندي الفران كيسخن على درجه حراره 160 حتى 170 درجه. كندخل الصينيه في الرف الوسط وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم، باش ديك الورقه اللي لداخل حتى هي تاخذ حقها في الطياب وكتجي مقرمشه. واذا جهدنا عليهم النار، راه من طبيعه الحال غادي تخطفوا على برا، ومن الداخل غادي تجي الورقه لويه وكتجي باسله في المذاق ديالها. صافي كنخرجوهم وكنزيدو نقطعوهم وكنوضعوهم في طبق التقديم وكنقدموهم بالصحه والراحه. سمحوا لي على هاد اللقطات في هاد المرحله هذه. ما عرفت التليفون شنو وقع له الصراحه، جا التصوير ديالو جا الالوان، ما المهم قبلوا على هاد اللقطات هادو. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه، كنتمنى تكون نالت استحسانكم، وكنتمنى تجربوهم لانهم فعلا كيستحقوا التجربه. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو المقادير غادي تلقاوهم كلهم مكتوبين تحت في صندوق الوصف او لا لداخل الفيديو، ولكن الاغلبيه انا كنكتبهم في صندوق الوصف. كنتمنى تزيدوا تشجعوني وما تنسونيش. مصالح دعواتكم، وخليت لكم الراحه وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.